السلام عليكم يا احلى متابعين. بنبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه وتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بنعمله. الفيلم بيحكي عن شاب بيحب الفنون القتاليه لكنه بيكون ضعيف جدا، وبتحصل صدفه بتخليه يكتشف قدره عنده ما كانش يعرف انها موجوده قبل كده. بعدها بيحب بنت، وابو البنت دي بيجوزها لواحد تاني علشان مصالحه الشخصيه، فبيقرر البطل انه ينتقم من كل اللي كان خطر عليه. بيبدأ الفيلم بقصة عن السنوات الأخيرة لعهد أسرة تشينج، واللي كانت سنين فوضى كلها مشاكل وحروب داخلية. وبنشوف أسرة مكونة من 5 إخوات بيتكلموا عن المسؤول الفاسد شيبو كان السبب في الفوضى اللي هم عايشين فيها دي. وبيكون الأخ الأكبر بيقول لهم إنهم لازم يتحدوا مع بعض علشان يقفوا في وش أي حد بيسبب خطورة على المدينة بتاعتهم مع الأسرة. بعد كده بنروح لسوكان وهو داخل يدور على المعلم بتاعه اللي بيدربه على الفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس. والمعلم بيكون مستخبي وبيظهر من ظهر سوكان وبيضربه، وسوكان بيفضل يتحايل عليه انه يسيبه، لكن المعلم بيقول له انت لازم تتدرب على قوة التحمل ولازم تعرف تستحمل كل الضغوطات اللي بتتحط فيها علشان تبقى من ابطال الفنون القتالية. وسوكان بيوعده انه هيبذل كل جهده علشان يتعلم. بعدها بنشوف سوكان وهو واقف مع صديقه ساو في السوق، وبيكونوا هما الاتنين بيتكلموا مع بعض، وبيشوفوا بنت جميلة جدا بيعجب بيها سوكان وبيكون عايز يتعرف عليها. فبيقول له ساو انه هيساعده يتعرف عليها، لكن وهما بيتكلموا بيجي واحد اسمه كونر وبيروح يتكلم مع البنت دي، وبيكون واضح ان البنت مش بتحبه لكنها مضطرة تتعامل معاه. بعدها بيبدأ ساو في تنفيذ الخطة بتاعته وبيمسك سكينة وبيروح على البنت وبيعمل نفسه انه بيسرقها، وكونر بيخاف وبيسيبهم وبيجري. هنا بيجي الدور على سو كان وبيجري علشان يعمل نفسه بيضرب ساو ويتعرف على البنت، لكن سو كان بيتزحلق وهو بيجري وبيقع على الارض وبيكون شكله وحش جدا وبيحس بالاحراج. لكن بعد كده بيقوم من مكانه وبيفضل يضرب في ساو وبيقول للبنت ما تقلقش وبتطمن لانه موجود وهيساعدها. بعدها بيروحوا يتمشوا هما الاتنين مع بعض، وبيعرف ان اسمها وانج، وبتلاحظ وانج ان في كيس احمر مع سوكان، وبتقول ان الكيس ده بتاعها وهو بيديهولها وبيقول له انه وقع منها. في الاول بتكون فاكراه انه حرامي وبتقول له اكيد انت والراجل اللي كان معاك هناك ده بتعملوا تمثيليه علشان تسرقوني، لكن بعد كده بيكلمها وبيعرفها انه مش حرامي وانه بس عايز يتعرف عليها ويعرف اذا كانت مرتبطه ولا لا. وانج بتقول له انها مش مرتبطه لانها لسه ما لقتش الشخص المناسب اللي ينفع تكمل معاه حياتها، ده غير انها ما تعرفش المدينه هنا بشكل كويس ولسه عايزه تلفها اكتر. فبيعرض عليها سوكان ان ياخدها معاه ويلفوا المدينه مع بعض، وفعلا بتوافق وبيتعرفوا على المدينه وبيقضوا وقت حلو مع بعض. وبالليل بعد ما بيخلصوا بيمشي سوكان مع ساو، وساو بيقول له انت المفروض تشكرنا علشان انا السبب ان خليتك تتعرف عليها. لكن في الوقت ده بيظهر كونر وبيكون معاه عدد كبير من اتباعه، وبيقول لسوكان انه جاي ينتقم منه هو وصاحبه على اللي حصل الصبح، وبيأمر رجالته انهم يضربوهم. في الاول بيقاوم سوكان وساو لكن عددهم بيكون اكتر منهم بكتير، وفجأة بتظهر واحدة بتقول لكونر مالوش دعوة بيهم، وبيفضل سوكان وساو يشكروها على اللي عملته معاهم. بعدها بتسيبهم وبتمشي. بنشوف بعد كده تاني يوم الصبح ان وانج ماشيه وبتقابل كونر في الشارع، وبيقول لها انه عايز يديها رساله لباباها، وبالصدفه بيكون ساو معدي وبيشوفهم مع بعض، وساعتها بيستغرب هما ليه ماشيين مع بعض كده. لكن هنا بنشوف ان كونر بيدي وانج مشروبه وبيقول لها ان ده اعتذار منه على اللي عمله امبارح، ولما بتشربه فجاه بيغمى عليها بسبب انه حاطط ليها منوم في المشروب. بعدها بنشوف ان كونر منيم وانج على السرير وبيحاول انه يعتدي عليها، لكن لحسن حظها بيجي سوكان وبيضرب كونر، وساو بيمسك كونر وبيقول له يشرب من نفس المشروب هو كمان عقابا ليه، وفعلا بيشرب وبيغمى عليه هو كمان. في الوقت ده بنشوف المعلم بتاع سوكان وهو ماشي في مكان صحراوي ومعاه مجموعه من الاخوه، لكن فجاه بيظهر شخص اسمه يونج وبيكون عايز يعتدي عليهم، لكن واحد من الاخوه بيخلي رجالته يهجموا على وانج، بس وانج بيطيرهم كلهم بضربه واحده وبيبعدهم. بعدها بيهجم على واحد من الاخوه ووانج بيقدر يهزمه هو وكل اللي بيقابله بسهوله جدا. بعدها بيظهر المعلم بتاع سوكان وبيهجم على يونج، وبيقدر انه يعادل قوه يونج شويه، لكن يونج بيكون اقوى منه وبيقدر انه يطيره بضربه واحده. واثناء القتال ده سوكان بيتفرج عليهم، ولما بيلاقي المعلم بتاعه وقع على الارض بيقرر انه ينزل يدافع عنه، والمعلم بيفضل يقول له يبعد لان يونج خطر جدا، لكن سوكان بيرفض وبيقف علشان يدافع عن المعلم. وساعتها بيقرر يونج انه يستخدم الضربه الخاصه بتاعته، ولما بيضربها في سوكان بيتفاجئ ان سوكان كان واقف مكانه مش بيتاثر. وساعتها بيستغرب يونج وبيستغرب المعلم، وبيعرفوا ان يونج عنده جسم اليانج الاسطوري وقوه يونج مش هتاثر فيه. بعدها بيختفي يونج وبيقول لهم هنتقابل مره تانيه. بنشوف بعد كده المعلم وهو قاعد في مقر الاخوه علشان يتعالج، وبتظهر بنت الاخ الكبير واللي اسمها فيف، وسو لما بيشوفها بيفرح لان دي البنت اللي انقذته لما قالت لكونر ياخد رجالته ويمشي. وقتها بيحكي لهم المعلم عن حياه وانج زمان لما كان لسه طالب في شو وونج، وساعتها قرر انه يحط السم للمعلم بتاعه في المشروب علشان يتخلص منه ويبقى هو رئيس المكان. بعدها بيقول لهم انه بيظهر جسم يانج نقي مره واحده كل 100 سنه، والجسم ده موجود عند سوكان وده هيخليه في خطر جدا، علشان كده بيطلب من سوكان انه يتدرب اكتر ويركز الفتره اللي جايه علشان يقدر يحمي نفسه من اي حد عايز يوصله. في الوقت ده بيجي حراس السيد شي وبيكونوا عايزين ياخدوا
وان زونج والد وانج معاهم، وانج بترفض ان ابوها يتحرك معاهم وبتقول له الحراس يستعدوا، لكن السيد وانج زونج بيقول لهم انه هيروح معاهم لوحده من غير قتال. بعدها بتروح فيف تتكلم مع السيد شي وبتطلب منه انه يسيب باباها يمشي، والسيد شي بيقول لها انه هيعمل اللي عليه علشان يخرجه. بعدها بتمشي وانج وبيروح كونر وراها، وبنعرف ان كونر يبقى ابن السيد وانج، وبيقول لوانج انه ممكن يخلي باباه يمشي باباها لكن بشرط انها تقضي معاه الليله دي، لكن وانج بتشتمه وبتمشي. بعد كده بنشوف السيد شي وهو بيعذب وان زونج وبيطلب منه ينضم لهم، لكن وان زونج بيكون رافض لحد ما بيقرر السيد شي انه يخلي واحد من الحراس يدي اكل لوان زونج، وبيقول له ان كل ده يخليه يقدر يسيطر عليه ويمشيه زي ما هو عايز. بعد كده بنشوف وان زونج وهو بينتقل من مكانه مع مجموعه من الحراس، وبنلاقي ان جماعه الاخوه ظهروا وبيكسروا القفص اللي هو فيه وبيخرجوه، لكن وان زونج بيفاجئهم انه مش عايز يجي معاهم وانه مبسوط في المكان اللي هو فيه، وبيكونوا كلهم مستغربين بسبب انهم عارفين وان زونج وعارفين انه مستحيل يتخلى عن اخواته، لكن عدد الحراس بيكون كبير جدا ومش بيقدروا انهم يواجهوهم لوقت طويل، علشان كده بيقرروا يهربوا ويسيبوه. بنعرف بعد كده ان وان زونج انضم للسيد شي وبقى قائد لمجموعه من اللصوص وبيستخدمهم انه يعتدي على البيت ويسرق الحاجات بتاعتهم. بعدها بنشوف وان زونج لما بيروح يقابل السيد شي وبيطلب منه انه يلاقي فيف لانها متورطه مع مجموعه من الخارجين على القانون، وفعلا وان زونج بينفذ الاوامر وبيروح لباي اخوه علشان يقبض عليه هو وفيف بنته، لكن باي بيفضل يفتكر ايام ما كان هو ووان زونج مع بعض في كل حاجه وبيتعلموا الفنون القتاليه مع بعض، وساعتها بيحس وان زونج بالذنب وبيقرر يمشي ويسيبهم. بعدها بيرجع للسيد شي وبنشوف ان كونر بيطلب انه يتجوز وانج من وان زونج، ووان زونج بيكون متردد ومش موافق، لكن السيد شي بيتدخل وبيقول له يوافق علشان يبقى في ترابط بين العائلات. وان بتقول لوان زونج انها مش بتحب كونر ومش عايزه تتجوزه، لكن وان زونج بيقول لها انه اتفق معاهم خلاص ومفيش مجال للنقاش في الموضوع ده، وبيقول لها انك كده كده هتتجوزي كونر ولازم تتقبلي الموضوع باي شكل. وبتخرج وانج وبتفضل تعيط وبتحاول تفكر في حل الموضوع. وبيعدي وقت من يومها وبنشوف ان كونر اتجوز وانج لكنه بيضربها، وبالتالي انها لسه بتحب سوكان. وانج بتقول له انها مش بتكلمه ومش بتشوفه ولا تعرف حاجه عنه، لكنه بيكون مصمم يفضل يضرب فيها، فبتقرر انها تسيب البيت وتروح لباباها مره تانية. وفي الوقت ده بيكون سوكان بيتدرب مع فيف، وبيبان ان مستواه اتحسن وبقى قوي جدا الفتره اللي فاتت دي، وبقى بيقدر يستخدم الاسلحه باتقان، وبيكون سرحان. وفيف بتساله هو لسه بيفكر في وانج ولا لا، فبيقول لها انه مش قادر يخرجها من دماغه ولسه بيحبها وبيفضل يفتكر في الاوقات اللي قضوها مع بعض. بعد كده بنشوف وانج وهي بتشتكي لباباها على اللي بيعمله كونر معاها، وهو بيقول لها انه مش هيقدر يعمل حاجه معاها وانها لازم ترجع له علشان خاطر ابنها ما يترباش بعيد عن ابوه وامه. وانج بتكون متضايقه وبتنزل تتمشى مع ابنها، وبيجي مجموعه من الشباب وبيفضلوا يضايقوها، لكن بيكون ساو في السوق وبيتعرف عليها وبيقرر انه يروح يساعدها ويبعد عنها الناس اللي بتضايقها، وبيفضل يتكلم معاها وبيعرف اخبارها. وبيعدي من وقتها كذا سنه وبنشوف ان سوكان وفيف متنكرين وبيحاربوا الجريمه بالليل والناس نايمه، ولما بيصحوا الصبح بيسمع الناس كلها بتتكلم عنهم باسم الرجل الابيض والرجل الاسود. والناحيه التانيه بنشوف ان ساو معاه ابن وانج بعد ما كبر، وبيكون في مجموعه من اللصوص جايين علشان ياخدوا اتاوه من كل اللي في السوق، لكن ساو مش بيرضى يدفع، علشان كده بيهددوه انهم هيقتلوا ابن وانج لو قرر اللي عمله ده تاني، وبيفضلوا ينادوا على السوق كله انهم يشوفوا اللي بيحصل للي بيرفض يدفع ليهم. وبعد ما بيمشوا بيقرر ساو انه يروح علشان ينتقم من اللصوص دول واللي بيكون اسمهم مجموعه الفؤوس، وبنعرف كمان ان كونر يبقى واحد منهم. ولما بيدخل ساو بيتفاجئ ان عددهم كبير جدا وبيقدروا يضربوه، لكن بيظهر سوكان وفيف وهم متنكرين على هيئه الرجل الابيض والرجل الاسود وبينقذوا ساو وبياخدوه وبيمشوا. بعدها بيكشف سوكان عن وشه وبيتفاجئ ساو ان ده يبقى صاحب عمره، وبيكون زعلان منه انه سابه ومشي من غير ما يعرفه مكانه حتى. وسوكان بيقول انه كان بيتدرب ودلوقتي بقى شخص مختلف خالص، فبياخدوا ساو علشان يقابل وانج اللي بتكون هربانه وقاعده عند ساو في البيت، وبيتفاجئ ان كمان عندها ابن اسمه زو وهو كبير دلوقتي. وبيروح سوكان يحضنها وبيعرفها قد ايه هو مفتقدها وما كانش عارف يعيش من غيرها الفتره اللي فاتت دي. والناحيه التانيه بنشوف كونر ووان زونج وهما بيتكلموا مع يونج وبيقولوا لها اننا اخيرا عرفنا سوكان فين، وبيعرفوه انه الشخص اللي كان لابس اسود، ودلوقتي جه الوقت اللي هيقدر بيه يونج ياخد قوه اليانج اللي في جسم سوكان ويبقى معاه قوه اليين واليانج. ويونج بيفكر انه مش هيقدر يحصل على القوه الكامله الا لما يعمل الدمج بينه وبين القوه اللي في جسم سوكان. بعد كده بنشوف مقر جماعه الاخوه، وفي واحد بينط على البيت وبيفتح الباب من جوه، وبيدخل مجموعه من الفؤوس، وبيطلع السيد باي وفيف يستقبلوهم. وباي بيقول لهم انه كان متوقع الهجوم ده ومستعد ليه، وبيعرفهم ان معاه جنود كتيره، ولما بيحاولوا يهربوا من الباب بيتفاجئوا بسوكان قدامهم. بعدها بيوصل السيد شي بالجنود بتوعه عايزين ياخدوا سوكان وياخدوا القوه اللي فيه، وبعد ما بيوصلوا بيظهر يونج مره واحده وبينزل يطير كل الجنود اللي كانوا واقفين سواء في الاتجاه ده او الاتجاه التاني، وساعتها بيهجم عليه سوكان وفيف، لكن يونج بيقدر انه يتصدى ليهم هما الاتنين بكل سهوله. وفي الوقت ده بيتدخل المعلم بتاع سوكان وبيقاتل يونج، لكن المره دي يونج بيقدر انه يقتل المعلم، وبتقوم معركه كبيره بين رجاله الاخوه ورجاله شي ومعاهم يونج.
لكن لما بيروح يونج والسيد شي بيقول له انه هيهاجم سوكان، فبيقول له يونج ان القوة اللي عنده دي ليا انا مش ليك انت، وبيقتل السيد شي بضربة واحدة. وساعتها كونر بيفضل يعيط وبيروح علشان يهجم على يونج بعد ما قتل ابوه، لكن يونج بيضربه ضربة بيقتله هو كمان. بعدها بنشوف سوكان وهو بيحاول ينقذ المعلم بتاعه، لكن بيكون خلاص فارق الحياة. فبيقوم سوكان وبيهجم على يونج، وبيكون سوكان كان قوي جدا وبيقدر يعادل قوة يونج، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا ببعض وكل واحد بيصد ضربات التاني، لحد ما بيقدر سوكان يضرب يونج في وشه وبيخلص على يونج وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف بعد كده ان السيد باي بقى هو القاضي مكان السيد تشي. وبنشوف في المشهد الاخير ان ابن وانج كبر وبقى ماشي في السوق بيدافع عن الضعفاء وبيحارب اللي بيعتدي عليهم. وبكده يخلص فيلمنا وحكايتنا النهارده. ما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.